يلا مسرح طبعا، انتوا مستنيين ايه؟ مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء عامل النور، إيه؟ ايه الاخبار؟ قول لي ايه راي حضرتك في العرض النهارده؟ والله مبسوط قوي، يعني تجربه ناجحه جدا لحبايبي واخواتي طبعا، كل الشركه القايمه على المشروع، شركه سي سينما والجروب كله، فرغلي والخالد. يعني مبسوط جدا جدا بيهم، ومبسوط قوي باوتاكا كمان، لان هو قدر ان هو يجيب الشباب دول. انا عارفهم اغلبهم من مسرح الجامعه وكلهم موهوبين جدا، وقدر يعمل بيهم الشغل الجامد قوي ده. يعني حقيقي ضحكنا من قلبنا، والنصوص فيها اخراج كمان متعوب فيها. يعني واضح ان هم بيهزروا كتير وبيثيروا ارتجال، لكن ده في مصلحه العمل. يعني الموضوع عشان كوميدي، فكان لازم يكون في الجزئيه المرتجله الجامده دي. الصراحه اتبسطت قوي، ضحكت جدا. نشتغل دايما على الارتجال، بس لازم يكون في مخرج كويس يعرف يفلتر، والا لو سيبنا الارتجال زي ما هو كده مسرحيات تبوظ. كلهم بصراحه. يعني مازن عسل قوي، هو عامل دور الجد في الاول، كان مسخره الصراحه. مغاوري برضو صراحه في دور ميدو كان موتني. والست اللي كان عاملها القرشانه يا محمد دي كانت عسل. انا بحب مغاوري وبيعمل ست، يعني بيضحكني قوي. ومش عاوز انسى حد لان هم كتير قوي وكلهم حلوين قوي. يعني الواد الطويل نسيت اسمه، كريم باين. زيزو. لا زيزو طبعا عسل جدا. وفي كريم اللي عادل. هو كريم عادل ده برضو كان شاطر ولذيذ وقبوله حلو. البنت اللي كانت لابسه بونيه دي في أميرة كانت دمها خفيف برضو. لا يعني ناس جامده الصراحه اغلبهم، يعني عشان ما انساش حد، كلهم حلوين. لا احسن من توقعاتي كمان. الحمد لله. يعني مش قد توقعاتي، لا احسن بكتير. لا طب الموضوع حلو. لو حد سالك عن يلا مسرح هتقول له ايه؟ هقول لهم يلا مسرح طبعا، انتوا مستنيين ايه؟ يلا يا جماعه، اللي عايز بس اللي هيلاقي مكان، واللي عايز يتفرج ويضحك هيتبسط. لا هي دي يلا مسرح، هي انسب حاجه فعلا. يلا بينا. ميرسي جدا ليك، شكرا. العفو حبيبي.